بيخلي الطفل يمتنع عن التجربة وبالتالي بيقتل عنده الإبداع. جات لي أم طلبت مني ان اخوف البنت ما تاكلش شيبسي عشان ده هيخليها تاخد حقنه او هو اللي بيخليها تعيا كتير وكل الحاجات دي. وطبعا انا ضد ده تماما. يعني ان انا اخوف الطفل عشان ما ياكلش حاجه معينه او ما يروحش عند حاجه معينه او ما يجريش مني في الشارع او بيخلي الطفل يمتنع عن التجربه وبالتالي بيقتل عنده الابداع. انا ما عنديش مشكله ان الطفل يجرب حاجات غلط، لان ساعات الحاجات الغلط بالنسبه لنا هي ممكن تبقى صح. تمام، الحاجات اللي احنا في معتقداتنا ممكن تبقى غلط، احنا ممكن بكره نشوفها ان ده كان صح. الحاجات اللي انا ما كنت مش مقتنع بيها امبارح انا ممكن اكون مقتنع بيها تماما النهارده. فبالتالي لما اقرر انه اخوف الطفل علشان ما يجربش بتخلي الطفل في العموم يبقى خايف من التجربه، وطالما خايف من التجربه يبقى عمره ما هيبدع، عمره ما هينقل خطوه جديده لمجرد انه خايف. فانا زرعت فيه الخوف ما منعتش ضرر. فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده. انا ما عنديش مشكله انه الطفل يعيط ويفضل يعيط وما ياخدش الحاجه اللي هو عايزها. يعني انا شايفه انه شيبسي مضر، مش هجيب شيبسي. طب هيقعد يبهدلنا في الشارع ويعيط، عيط. محدش ليه حاجه عندي. انا هربي ابني في انه ده غلط او ده ممنوع او ده مسموح في اوقات معينه. عايز تعيط عيط، هيعيط مره تانية تالتة، بعد كده خلاص. ما عنديش مشكله انه الطفل يكسر حاجه معينه او انه يروح يعمل حاجه معينه في الحاجه دي تتكسر، او ان هو يقع فيتعور، او انه يحصل له اصابه طفيفه، او ان هو مثلا اقول له لا ما تلمسي كذا، لو لمسته هتتلسع مثلا. فلما يروح يلمسه يتلسع، فبعد كده هياخد ثقه انه ماما لما بتقولي لا على حاجه هي بتبقى خايفه عليا، فبالتالي انا لما تقولي انا هبقى واخد بالي هي بتقولي ايه. فلما ابقى عايز اجرب حاجه هناديها تجرب معايا الحاجه دي او تعمل حاجه. ماما لما بتقول لا مش هنجيب الحاجه لو انا عيطت ودبدبت وبهدلت الدنيا قدام الناس هي مش هتجيبها لي. فبالتالي الطفل هياخد ثقه انه خلاص انا ممكن اشوف اسلوب تاني، او ان احنا ندخل في مفاوضات بطريقه تانيه، او ان انا احترم كلمه ماما واسمعها، او انه اطلب حاجتي بطريقه فيها احترام، او انه يبقى عندي قدره على التحكم في احتياجاتي ورغباتي. تمام. برضو كان في ام كانت بتتكلم انه الولد مسك الودانه اللي هي بتاعت الودان وعايز يشوفها، فهي قعدت جنبه تتعامل بالطريقه الايجابيه، قعدت جنبه وقالت له دي بنعمل بيها كده ومش عارف ايه وخلاص انت شفتها، راحت شالتها. انا كده وريتها له خليته يستكشف، لا هو كان عايز يمسكها ياخدها يشوفها يقعد يلعب. تمام. فالمفروض ان الماما كانت في الوقت ده تعمل ايه؟ ان هي تسيب له واحده يلعب بيها قدام عينيها، مش ان هي اللي تمسكها وتوريها له وتبقى خايفه عليه. ولا خلاها سيت عليه وبدا ان هو جابها، فهي حست ان هو بيعمل حاجه غلط، فراح قال لها هي خدي، وهو مخبي واحده تانية. هي مشيت طلع الواحده التانية حطها في ودانه بسرعه قبل ما هي ما تيجي وتشوفه، عورت له ودنه. فممكن من كتر خوفنا على الاطفال او مراقبتنا الشديده او ان احنا الحرص الشديد قوي ده، او انه ابقى بخوف الطفل ولا ولازم ابقى معاك ولازم مش عارف ايه، ده ممكن يؤدي بالطفل انه يعمل المشكله او الحاجه اللي انت خايفه منها. فما تخوفوش الاطفال، حاولوا ان انتوا تديهم مساحه من التجربه والخطا، وانه ده طبيعه بشريه وانه الطفل هيروح لها ولازم يستكشفها، ولازم ابقى مصر ان انا قلت لا انه خلاص لا، وان اسيب الطفل مساحه انه يجرب وابقى عارف انه الاطفال هيمسحوا بينا البلاط، وانه الناس هتبص علينا وتقول ايه ده شكلنا مش لطيف ومش عارف ايه في السنين الاولى، ولكن انا يا هبص للناس وارائهم عننا وانطباعاتهم عننا وهمشي ابرر لكل واحد وهطلع طفل مش سوي، او انه انا ماليش دعوه بحد، انا محتاج ان انا اربي ابني في النادي وفي البيت وفي الشارع وفي السوق وفي السوبر ماركت قدام الناس عموما. انا عندي هدف هوصل له مع ابني، هعمل شخصيته بطريقه معينه بدون ما اثر على نفسيته او شخصيته. تمام. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير ودمتم بخير.